الوضع في تونس خطر. استنفرت أبواق السيسي تصرخ من مصر ينقلون ما يحدث في تونس، وكأن الاحتجاجات التي ملأت شوارع تونس تجري في القاهرة وتمثل تهديدا وجوديا لنظامهم هم. الانقلاب الذي قاده قيس سعيد عام 2021 لم يكن مجرد انقلاب محلي، كان مشروعا إقليميا مدعوما بكل قوة من القاهرة وأبو ظبي. استعملوا المال والإعلام والتنسيق الأمني والتخابر للقضاء على التجربة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. ففي عام 2021 نشرت ويكيليكس عربي تسريبات تشير إلى تنسيق مصري إماراتي مع قصر قرطاج لوضع خطة تهدف إلى إسقاط التجربة الديمقراطية في البلاد. 25 جويلية أخذت بنفسي بقرار من تلقائي بنفسي. بل إن تقارير أفادت بأن قرار الانقلاب طُبخ مع زيارة سعيد للقاهرة عام 2021. زيارة سيد قيس سعيد في أبريل 2021 هي التي اتخذ فيها قرار الانقلاب، هذا ثابت وموثق ومعروف. اليوم حالة هستيريا تسيطر على الإعلام المصري، ينقلون الأحداث وكأنها حريق يلتهم حديقتهم الخلفية، حتى خرج زعيمهم قبل أيام يطمئن المصريين بأن القادم أفضل، نحو مستقبل أكثر إشراقا، في محاولة يائسة لاحتواء الرياح التي قد تهب من الغرب، وخشية أن تنتقل عدوى الشارع الحر من تونس إلى ميادين مصر مجددا. الوضع في تونس خطر. استنفرت أبواق السيسي تصرخ من مصر ينقلون ما يحدث في تونس، وكأن الاحتجاجات التي ملأت شوارع تونس تجري في القاهرة وتمثل تهديدا وجوديا لنظامهم هم. الانقلاب الذي قاده قيس سعيد عام 2021 لم يكن مجرد انقلاب محلي، كان مشروعا إقليميا مدعوما بكل قوة من القاهرة وأبو ظبي. استعملوا المال والإعلام والتنسيق الأمني والتخابر للقضاء على التجربة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. ففي عام 2021 نشرت ويكيليكس عربي تسريبات تشير إلى تنسيق مصري إماراتي مع قصر قرطاج لوضع خطة تهدف إلى إسقاط التجربة الديمقراطية في البلاد. 25 جويلية أخذت بنفسي بقرار من تلقائي بنفسي. بل إن تقارير أفادت بأن قرار الانقلاب طُبخ مع زيارة سعيد للقاهرة عام 2021.